عزيزي المصراوي، زملكاوي او اهلاوي، تعالوا نشوفوا قائمة منتخبنا المصري اللي هيخسرنا 3 مشاريب على القهوة. لان القهوة يا باشا لما بتخش عليها في اي ماتش تقيل شويه يقول لك مفيش ولا قهوة مفيش شاي، حاجة ساعة بس، وتلاقي الحاجة الساعة ب 40 جنيه، شوية استغلال ايه على الماشي. يلا مش مشكلة، شوية ترفيه، هي خسرت فلوس بس عديها. تعالوا نشوف القائمة يا جماعة، يمكن الراجل ده يعني هيكمل كمان مشروب او مشروبين كمان، الله اعلم. انا المشكله عندي في المشاريب بس عشان عارف انت اخرك فين، واخد بالك. نخش يا معلم ايه على حراسه المرمى. الراجل اختار 4 حراس مرمى. هنشوفه الشناوي شوبير من فريق واحد واكل من طوب الارض، واخد بالك انت. يعني ولا ده يعني بيعرف يصد، ولا ده بيعرف. الدنيا بايظه خالص معاهم الفتره دي، متروقين. نخش على بعد المهدي سليمان، هو لازم ياخد جون من الزمالك، الراجل زملكاوي بس لازم ياخد حته من الزمالك، لازم ياخد جون من الزمالك. لو صبحي لازم يعني هو يظبط الدنيا شويه. نخش على مين يا معلمي؟ محمد علاء. وجه جديد برضه، ما هو لازم برضه راجل ايه، صلي على النبي. لازم اقول لك انا برضه ايه اللي بيجتهد باخده، بس ده هقص مفيش منه الكلام ده، هو بس ايه، عبيله واديله. في خط الدفاع مزجني وكيفني محمد هاني. معروف هاني ده، تحس ان هو هاني وبيتبنى عليه المدرب والمنتخب الاثنين، واخد بالك انت. خشوا مع ده كده مين معلمي؟ طارق علاء. وجه جديد برضه لازم يا جماعه، ده الابديت لازم يا رجاله. تمام. رامي طبعا ايه، عبد المنعم مصاب ومعروف اللي هو لسه راجع، واخد بالك معايا انت، ركز شويه ها. ياسر مش مشكله. حسام تمام. خالد صبحي تمام. فتوح وكوكا. ليه كوكا؟ وبعدين انت بتتكلم يا باشا معلش، يعني انت عاوز تنزل بمعدل الاعمار، انت لو حسبت معدل اعمار اللعيبه دي هيعدوا الاسره السادسه. بالمنظر اللي انا شايفه ده، يعني معدل الاعمار هنا اللعيبه دي يا دوبك الدقيقه 33 او 34 هيجرجروا معاك في اي ماتش، مش كاس عالم بس. انت لو لعبت الانفوشي هيجرجروا منك في الدقيقه حاجه و30 كده، هتلاقي الناس دي بتموت. معدل اعمارهم كلهم فوق ال 30، الله اكبر عليه. فانت لو عاوز تنزل بمعدل الاعمار، واضح جدا حضرتك ان انت محتاج تنزل بمعدل الاعمار. ده خط الدفاع. وخط ايه الوسط نخش عليه، شوف مين بقى دلع بقى يا باشا، بيدلعك قوي في خط الوسط، هندلع نفسنا. نخش نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حمدي فتحي، طب لازم يلعب، خد بالك انت لازم يلعب. مروان ماشي، الراجل برده مجتهد وجميل. مهند لاشين ما بيشمهاش، يعني كان بينزل لعيبه ثانيه ما كانش بينزل ماشي بيحبه فخد الراجل. صابر ولد فيرود بس برده ما بيلعبوش، مش مشكله، هو لازم يكون موجود. نكمل. مين تاني؟ زيزو. طبعا زيزو لازم ياخد، زيزو. امام عاشور ده لازم، هو كان فاضل له بس بن شرقي، يعني هو لو خد بن شرقي هيكمل يا جدعان، اقسم بالله. يعني الاهلي حاليا مستواه يعني قال لك يلا لازم ياخد زيزو امام. ده الموضوع ده مش بايده هو، بايد ناس تانية. ركز معايا شويه. زيزو امام تريزيجيه. واخد الثلاثه، مش هو واخد النادي الاهلي، واخد بالك انت. والله العظيم مش عشان حاجه، بس هو ايه يعني مأفور شويه. اقول لك هو بيحسبها ازاي، بس كمل معايا الفيديو. مرموش ده لازم يلعب طبعا، الراجل ده فرده وظابط لقطه بره وبتاع. نخش بعد مرموش مين؟ ابراهيم عادل. ما بيشممهوش برده الولد، جامد فشخ بس ما بيشممهوش الكوره، هو واخد لعيبه ما بيلعبهاش. كمل. واخد بالك انت هيثم الحسن، الولد ده جامد جدا. انا شفته في الدوري جامد جدا وشويت ومهاري دلع، بس يا رب يشمها. يا رب يشمها. وهقول لك هو هيلعب بأنهي خطه بالظبط لانه ما حلتوش غيرها. ابراهيم عيسى ما بيشمهاش، واخد بالك برضو نفس ابراهيم عيسى برضو ما بيشمهاش، يعني هو ولا لعبه باك ولا لعبه هاف ولا لعبه، ما بيلعبوش حاجه، هو واخد عدد، هو بيكمل عدد. فما في لعيبه تانية بس هو ما فيش الكلام ده. الهجوم بقى، مصطفى محمد ما شمهاش، وناصر منسي مش هيشمها. ليه؟ هقول لك ليه. هدي كده على جنب، هدي كده على جنب كده. انت ما خدتش شحاته ليه؟ سنه صغير هيعرف يفرم معاك. معاك حمدي فتحي ومعاك مروان بس معاك شحاته. خد بالك. ناصر ماهر ما خدتوش ليه؟ برضه فرده، برضه صحتها كويسه. قطه ما خدتوش ليه؟ هقول لك ليه. بص يا باشا، بيراميدز ما عندوش جمهور يزعل ويزمزق ويقول يا حسام ما خدتش فلان ما عندوش الكلام ده. بيراميدز غلبان، ولا خدت اللعيبه خدتها ما خدتهاش مش هتفرق معاه. لكن الاهلي والزمالك بكلمك بكل صراحه، لو ما خدتش لعيب هيزوموا عليه وهيبهدلوا الدنيا وهيقولوا ايه ده مش عارف، هيروقوه ليه ما خدتش ده وليه ما خدتش. فهو بيحسبها الاول جمهور، بيشوف مين الجمهور اللي عداه اكتر وياخد منه لعيبه اكتر. اسمع مني صدقني، هي الموضوع ملوش دعوه بالكوره خالص. الكابتن حسام حسن ما عندوش كوره يعني بنسبه ما فيش يعني. هو الكابتن حسام حسن ان هو بياخد اللعيبه اللي موجوده، وقال لك صلاح مش هاخده والكلام ده، فسيبك منه هياخد يعني ما عندوش، هو يقول كلام وبيرجع فيه تاني. طب هنلعب بيه ابو علي. بص يا باشا، صلي على جمال سيدنا محمد. يلعب ب 3 4 3. عرفت منين؟
هو باشا غصب عنه هيلعب كده مش بمزاجه، ليه؟ لان هو عاوز يطلع بنتيجه كويسه، هو عاوز بعد الماتش او بعد كاس العالم ما يخلص يقول لك مين راح كاس العالم وصفى ثالث، انا صفيت ثالث يا جماعه وانا ما دخلش فيها غير جون. هو عايز يعمل كده، بس هل هينجح في كده؟ مستحيل طبعا، ان انت مش بتلعب المنشيه، انت بتلعب فرق تقيله جدا. انت هتلعب بطريقه ايه؟ كلنا ورا، مرموش، تريزيجيه، واخوك صلاح قدام، ربنا يتولاكم انتوا الثلاثه اجروا، الله يسهل لكم يا رب. اللي عرف يجيب جون يجيب، اللي عرف يشوط شوطه يشوطها، اللي عرف يجيب كورنر يجيب، انسى. هي دي اللعيبه اللي هتلعب، اللعيبه قدام اللي هيلعب بالظبط اخوك صلاح، اخوك تريزيجيه، اخوك مرموش. طب هيلعب ورا مين؟ هيترسها، هيخليها ورا، بس بقى عارف انت اللي هو ايه، كله ورا يا جدعان، والناس دي هتتعامل. هتلاقي بقى يلا حمدي فتحي، وهتلاقي مروان عطيه في الاثنين بقى ارتكاز ايه، ما بيتحركوش من مكانهم. مفيش يا باشا، هو هلعب باثنين قدامهم، مفيش، هو هيترسها ورا. هيلعب لك بثلاثه مساكين واثنين الهافات هيبقوا دفاعيين، واثنين وراهم واحد قدامهم كده منظر بس، والثلاثه اللي قدام ربنا يسهل لكم يا رب. ربنا عرفتوا تجيبوا جوان تمام، ما عرفتوش مش مشكله. والله يا جماعه انا اللي صعبان عليا حاجه واحده بس، القهاوي اللي هيدفع حقها اقسم بالله، لان الدنيا بايظه خالص. احنا عندنا منتخبنا الوطني الدنيا واقعه واقعه واقعه، اذا كان الاهلي اللي بيتخدم الدنيا واقعه، امال منتخبنا الوطني اللي الدنيا في البلاله خالص هيقع. فمعلش يا صاحبي، يعني انا بعتذر لك على الثلاث مشاريب اللي انت هتشربهم، مش صدقني مش هتشرب اكتر من كده، اسمع مني، انت اخرك ثلاث مشاريب تمام، وممكن كمان مشروبين، لان انت ممكن تاخد تك تك والتالت ده تتفرج عليه في البيت بقى، مش مستاهل، يا اما تجيب لك اي حاجه على التلفزيون على الموبايل توفر ال 30 40 جنيه. بس الكابتن حسام حسن ما وعدكش اللي هو هيعمل اكتر من هو، يعني ربنا يسهل ويتعادل ماتش. اسمع مني، في كاس العالم هناكل علق، نيوزيلندا هتروقنا، الزبده النيوزيلندي هتروق علينا، هتزحلقنا زحلقه، انسى يا باشا، هتفطر بيض بالبسطرمه بالزبده النيوزيلندي. فسيبك ان انت حتى نيوزيلندا هتكسبك، انت بس عشمان في كرم ربنا سبحانه وتعالى تاخد لك بلانتي تجيب لك جون ولا حاجه، وصلاح يجيب جون كمان، وهي بس اخرك. بس انت كاس العالم امرك يا رب، تروح امريكا هناك يجيبوا لنا بس عده تليفونات ايفونات وبتاع، يجيبوا هنا عشان الدنيا ايه تمشي، كل واحد برضه يسلك نفسه ويظبط حاله كده، ايه شويه ايفونات ولا حاجه عشان برضه الناس ترزق. وبرضه زي ما احنا هنطلعوا رحله، برضه زي ما طلعوا في كاس العالم برضه شويه رحله كده، واللي يجيب مش عارف مين واللي يجيب مين هتبقى فسحه. يبقى بعد كاس العالم هيطلع الاعلام يقول لك بس ده محمد ومحمود كانوا في كاس العالم معاهم مراتاتهم ومعاهم. طبعا ده الطبيعي، احنا اعلامنا اصلا اعلام مضلل، يعني اعلام ما بيقولش الحقيقه، ما عندوش حقيقه خالص. يعني هيطلع مثلا طول ما احنا جامدين، اوه منتخبنا ومش عارف ايه، بص الاداء، احنا بقى ناقصنا ب 5 جنيه لب، وب 5 جنيه سوري، لب سوري اللي هو جامد قوي، وب 5 جنيه لب اسمر، وب 5 جنيه لب ابيض. احنا لو جبنا ب 15 جنيه الحاجات دي هنجيب سوداني، ولو حطينا السوداني عليهم ربنا هيكرمنا، وهيبقى خليط كلنا بنحبه طبعا معاه كوبايه شاي. ده اللي ناقص منتخبنا الوطني. هتلاقي اي هب ما تعرفش هو عايز ايه، يعني ما تعرفش تتفرج على الاعلام. طب انت قصدك ايه؟ كوره يعني تعالى نتكلم كوره، انت قصدك ايه؟ كوره مش قصده حاجه خالص، هو ما عندوش مشكله يا باشا، انت هو عنده اهم حاجه اعلانات والدنيا وبتاع، ما عندوش مشكله، ما عندوش مشكله. يقول لك احنا الماتش الجاي بقى لو جبنا بقى صلاح وطلعنا مرموش وجبنا لعبنا الشناوي مهاجم، هتلاقي حاجات ما حدش فاهمها، ربنا هيكرمنا ونزلنا شوبير يلعب بلاي ميكر. ما هو ما عندوش كوره، هو بس عاوز بس ايه، عارف انت الحته دي بس، وتقعد انت بس. بس هو ككوره لا مفيش. احنا هنروح نعمل ايه؟ هنتروق ونيجي، ده طبيعي عادي جدا يعني هنتروق وهنرجع، ما فيهاش اي حاجه تانية. ممكن لا مفيش، اسمع مني، انت زي اخويا وانا بحبك، ما تتعشمش يعني، عادي هتتفرج كده روق ايه وبتاع، ما عندوش مشكله، واخد بالك انت، لان هو في ظلم، في ظلم باين في اختيارات اللعيبه، سواء في حراسه المرمى ولا في النص ولا في الهجوم. هو راجل يعني واخدها ايه شو شويه، هو عاوز ياخد كاس العالم، يعني ياخد كاس العالم قصدي، يعني يلعب مباراه في كاس العالم، وبعد كده بس خلاص، هو انا دربت في كاس العالم ولعبت كاس عالم، بس هو بالنسبه له دي خلاص، هو كده عايز كده. لكن اكتر من كده مستحيل، هو طموحاته مش اكتر من كده، طريقه لعبه مش اكتر من كده، طموحاته لعيبته اللعيبه اللي موجوده كل حاجه. فانت بتتكلم يا باشا، اقعد اتفرج كده وروق على حالك، وتروق عليا، سبسكرايب، لايك، وروق على اخوك. سلام عليكم.